السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي يا جماعه، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد معايا، ودعموني بقى وادوني لايك عشان اللايكات دي بتفرحني وبتدعمني. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض محشي بقى مشكل كده مع فرخه كده، ما شاء الله اللهم بارك. النهارده عندنا بقى يوم حلو وعملنا فرخه بقى. ربنا يا رب يوسع الجميع يا رب ويكرمنا ويستر علينا في الظروف دي. هنا عملت محشي كرنب ومحشي بتنجان ومحشي فلفل ومحشي كرنب. ماما ربنا يا رب يبارك لها ويا رب ويديها الصحة، ادعولها يا جماعة. طبعا عصرت طماطم، وحطيت الاول شوحت بصلايه كده ونزلت بالصلصة، وبعدها نزلت بالرز بعد ما غسلته وخضرة المحشي. حطيت طبعا كزبرة وحطيت كمون، حطيت شوية ملح، وطبعا الحلة بعد ما الصلصة اتسبكت وشلت بقى الصلصة وبدأ احط الاول حاجة البتنجان في الارضية خالص، وبعدين احط الورق الاخضر ده طبعا الكرنب البلدي اللي كان جايلنا من البلد اللي انا كنت وريتهولكوا، وده كان كوسه جايباها كده. هبدأ بقى احط البتنجان الاول وبعدين الكرنب والكوسه فوق وبعدين الفلفل. وهنا الفرخه ما شاء الله اللهم بارك يا رب اللهم صل على النبي، تبلتها بطماطم وبصل وثوم، حملتهم في الخلاط كده وحطيت شويه بهارات وشويه مرقه. وبصوا هحطها كده شويه بالتتبيله دي، حطيت شوية فلفل اسود وشوية ملح وشوية 7 بهارات وشوية بهارات فراخ ومرقة. بصوا ما شاء الله التتبيلة كان ريحتها حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. نقعتها في التتبيلة دي من الصبح وحطيت التتبيلة عليها، وبعدين بقى هبدأ اقلب فيها كده زي ما انتوا شايفين واسيبها على نار هادية خالص كده شوية، وبعدين هحط عليها شوية مية بقى تتسلق معايا عشان هي ما شاء الله حجمها حلو عشان يستوي معايا. وهنا بصوا ما شاء الله اللهم بارك المحشي بتاعي حطيت كان عندي شويه ورق خاص صغيرين كده حطيتهم برضو معاهم، قلت يلا بقى ناكل العيله النهارده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. الفلفل طبعا بيتحط على الوش، كانوا شويه محشي زي العسل. يبقى الخلطه بتاعه المحشي اول حاجه جبنا بصل قطعناه حتت صغيره او ممكن تبشريه في الكبه كده، وبعدين تحطيه على النار يا دوب يتشوح، تنزلي بالصلصه لحد ما تتسبك خالص معاكي. وطبعا الفلفل والبتنجان والكوسه ديت ممكن تشوحهم ممكن ما تشوحوش، تحشي على كده. وتبدأي اول حاجه تحطي البتنجان في الارض، وبعدين الورق الاخضر بتاع الكرنب، وبعدين الورق الابيض، وبعدين تحطي الكوسه والفلفل على الوش، ولو عندك بقى ورق خاص او كده تحطيه برضو على الوش. طبعا الفرخه ما شاء الله اللهم بارك كانت زي العسل، والتتبيله دي مديها طعم وريحه حلوه قوي. اول لما طلعت معايا دهنتها بصلصه كده وشويه زيت ودخلتها في الفرن، كانت ما شاء الله زي المشويه بالظبط، وكان لحمها زي العسل ومسكره. يا رب يوسعنا ويوسع الجميع يا رب، اللهم صل على النبي. هنعمل ايه بس في ظل الظروف الصعبه دي؟ او لازم يوم كده ويوم كده، وان شاء الله الايام الجايه نعمل معاكم برضو اكلات اقتصاديه على قد ايدينا، بس عشان العيال برضو والمذاكره وكده قلنا نغذيهم برضو. ربنا يا رب يكرمنا ويوسع لنا يا رب كلنا ويزيل الغمه ديت يا رب. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. اول لما المحشي طلع قلبته بقى على الصينيه كده زي ما انتوا شايفين، بنحب الطريقه دي ولا غير بقى الطريقه دي. الاكل كده بتحس بطعم تاني كده وهو على الصينيه كده، طعم حلو. واللمه بقى يا رب يديمها يا رب ويبارك في لمتنا ويعود علينا رمضان يا رب بالخير يا رب. بصوا ما شاء الله الفرخه لما طلعت معايا من الفرن كانت زي العسل احسن بتاعه المحلات. وبصوا المحشي اللهم بارك كان زي السكر، لما تعملي كده على بعضه بيكون طعمه حلو قوي، كله بقى بينزل كده الصوص على بعضه كده بقى طعمه حلو قوي. وده شويه مخلل من اللي طبعا كان جاي لنا. بصوا ما شاء الله كان يوم جميل قوي اللهم بارك. بصوا الاكل كان زي السكر. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا رايكم في التعليقات، وما تنسوش بقى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وسيبوا لي بقى لايك وكومنت. السلام عليكم ورحمه الله. ما تنسوش بقى الصلاه على النبي.